طبعًا عندِك فينو بايت في الفريزر كتير الأولاد مش بتحب تاكله، ويقول لِك يا ماما لأ ده خلاص بايت وما بقاش حلو، تعالي أقول لِك بقى نعمل بيه فكرة حلوة أوي، هنجيب بقى كده طاسة هنحط فيها معلقة من السمنة، ومعلقتين ممكن من الزيت بس، أو زبدة وزيت اللي يريحك، وهنقطع الفينو كده شرايح صغيرة حوالي 4 ترغيفة، ده من الفينو اللي هو الصغير، وبعد ما اتحمص معانا وخد لون حلو أوي كده، هاجيب معلقتين من الكاتشب وهاوزعهم على الوش، ولو عندِك صلصة بيتزا تمام، وجبت هنا 3 بيضات حطيت عليهم رشة كده من الملح والفلفل الأسود وخلطتهم كويس أوي، وكده هانزل عليهم بالشكل ده. وهنا بقى هدي خالص هنا البوتاجاز تمام، وتأكد ان الاطراف ما لزقتش ولا حاجه، وحطي بقى هنا اللي انت عايزاه. انا حطيت جبنه الاول موتزاريلا كده شويه، وبعد كده حطيت فلفل رومي، وكمان حطيت طماطم. عايزه تحطي اي حاجه موجوده عندك حطيها، اي بواقي في التلاجة. عايزه اقول لك احلى بجد فطار او عشاء ممكن تعمليه مختلف، واولادك هيحبوه جدا جدا، وسهل وسريع مش هياخد منك وقت خالص. بس كده بصي بقى الجمال، عايزه اقول لك حلوه قوي قوي، اللهم بارك بجد تحفه. وهنا بقى كنت هديت عليه خالص، وسبته كده لما برد، ويعني لما حسيت ان الجبنه ساحت، وحطيتي بقى على اي حاجه وتقطعيها بالشكل ده على شكل بيتزا. عايزه اقول لك الاولاد اللي مش بيحبوا البيض هيحبوا البيض جدا جدا، هيحبوا الوصفه دي مش عارفه ان هي بالبيض. بصي بقى مطه الجبنه والجمال، اللهم بارك تحفه قوي. ما تنسيش بقى لايك الفيديو، اشتراك في القناه عشان يوصلك ان شاء الله كل فيديو جديد انزله.